الراجل كان طاير من الفرحة وبشكل عفوي خلع هدومه وبقى شبه عادي تماماً وسط الجماهير بعد ما فريقه مالية كفر الزيات فاز على مركز شباب تلا 5-0 واقترب من الصعود لدوري المحترفين. الراجل الخمسيني الحاج حمادة ما كانش مصدق نفسه، والفيديو بتاعه قلب السوشيال ميديا، ومش بس السوشيال ميديا، ده قلب حياته كلها للأسوأ. وقال كمان إن حياته اتدمرت تقريباً، عياله اتبروا منه وأهله قالوا له فضحتنا يا راجل، ومراته قررت ترفع دعوى خلع منه حسب ناس من القرية عنده. الموضوع ما وقفش لحد الفيديو، استدعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إنه يكلف مديرة الرياضة في الغربية إنه يفتح تحقيق في الواقعة مع الراجل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشجع، وده وفق اللوائح بسبب عدم التزامه بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملعب. الحاج حمادة قال حياتي اتدمرت واعترف بالخطأ بتاعه. قال كمان سامحوني ما كانش قصدي، والموضوع حصل بشكل لا إرادي بسبب فرحتي. كمان برر اللي حصل بين محب للفريق، خاصة إن إدارة نادي مالية كفر الزيات ساعدته قبل كده في إجراء عملية جراحية ليه.